وهنا بعد ما دخلنا على الرسائل علشان نقدر نشوف الرد بتاعهم اللي ردوا علينا، بيقول لي هنا: مرحبا عزيزي الشريك، شكرا لتواصلك معنا، اتمنى ان تكون بخير. الشريك ده اللي هو انا يعني. بعد التحقق من القناه مره اخرى وجدنا الاتي: ستكون العضويات المجانيه متاحه لمزيد من منشئي المحتوى وحسابات العلامات التجاريه المؤهله قريبا. نقرا الاول الرساله بتاعتهم وبعد كده نشرح معنى الكلام بتاعهم. يرجى ملاحظة أن العضويات المجانية متاحة لمنشئي المحتوى المؤهلين في أي بلد يتم فيه إطلاق العضويات وفقا للتقارير التالية: لقد أطلقوا العضويات على قناتهم، وأن يكون مستوى واحد أقل من $5، وأن يكون الحصول على عنوان لمستويات. نشرح بقى إيه المقصود بالكلام ده. ستكون العضويات المجانية متاحة لمزيد من منشئي المحتوى وحسابات العلامات التجارية المؤهلة قريبا. بمعنى ان اللي عامل قناه علامه تجاريه، يعني كان شاري قناه من حد تاني وهي لا زالت على العلامه التجاريه، مش هيقدر يعمل العضويات المجانيه، لازم يرجع القناه عاديه زي الاول، يلغيها او يزيلها من على العلامه التجاريه. تمام؟ يبقى رقم واحد: لازم تكون قناتك قناه عاديه وليست تجاريه. طب نقدر نعرف القناه بتاعتنا تجاريه ولا لا؟ دي ببساطه ان انت منتشر القناه. لو انت شايل القناه من حد، فعلشان تقدر تنقلها من جيميل لجيميل فلازم تحولها لعلامه تجاريه. لكن بما ان القناه بتاعتك انت، خلاص، فكده معناها ان هي القناه بتاعتك، ما فيش فيها حاجه، ما هتبقاش تجاريه ولا حاجه. فاطمن، فاكيد انت كده قناتك ما هياش تجاريه. ولو عايز تعرف فيه تتاكد برضو من نفسك عرفني وانا اقول لك على الطريقه ازاي، بس هتبقى فيديو تاني ان شاء الله. بعد كده ندخل على الشروط الثانيه: لقد اطلقوا العضويات على قناتهم، وان يكون مستوى واحد على الاقل اقل من $5. اطلقوا العضويات على قناتهم يعني عملت الانتسابات. ان يكون مستوى واحد اقل من $5 يعني لازم يكون عندك مستوى من المستويات اقل من $5. يعني فين الناس انا بشوفها عامله الحسابات بتاعتها معديه ال $5. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي يا واضح؟ ما تعملش حاجه. كل ما في الموضوع ضيف مستوى تاني، ادخل على عضويات واعمل اضافه مستوى، واعمل مستوى اقل من المستوى اللي موجود عندك، وعلى حسب الدوله بتاعتك شوف الدولار عندك بكام، ضيف مستوى اقل من $5. يعني مثلا في السعوديه انا عندي مثلا $5 دول يعملوا حوالي 25 ريال او 20 ريال. انا اشتريت دماغ وقمت عامل اول مستوى عندي 10 ريال، في ناس ثالثه ممكن تعمل 13 ريال، في ناس ممكن تعمل 15 ريال. ما دام ال 15 ريال دول اقل من ال $5 يبقى انت كده قشطه وفي الامان. تمام؟ طيب يبقى انا عند اول حاجه انك تكون فعلت الانتساب على قناتك. تاني حاجه ان لازم يكون مستوى واحد اقل من $5، واللي ما عندوش اقل من $5 ما يمسحش مستويات، لا يعمل اضافه مستوى ويضيف مستوى تاني اقل من $5. الشرط الثالث: الحصول على عنوان لمستوياتهم. الحصول على عنوان لمستوياتهم يعني ايه؟ يعني تسمي كل مستوى عنوان، ما يكونش، وده اوريدي انت هتكون عاملها اصلا طبيعي ما دام اطلقت الانتسابات او عملت الانتسابات على قناتك. فشيء طبيعي انت لو جيت اصلا تعمل الانتساب وتكتب اسم وتختار مستوى، لازم بيجبرك انك تختار اسم للمستوى، صح كده؟ بس هم دول الثلاث شروط اللي لازم يكونوا موجودين على قناتك علشان تقدر تفعل الانتسابات المجانيه. تكون عملت الانتسابات على قناتك، وشيء طبيعي انها تكون طبعا قناتك مفعله. رقم اثنين يكون عندك، وانا بعتبر ان الشرط الثاني ده هو اهم شرط اللي الناس كلها بتحتار فيه ما بتعرفوش، ان يكون عندك اول مستوى او ثاني او ثالث او رابع او خامس او حتى عاشر يكون اقل من $5. مش شرط يكون الاولاني او الثاني او الثالث، لا، انت لو عامل 100 مستوى على قناتك للانتسابات لازم يكون فيهم واحد اقل من $5. تمام؟ والشرط الثالث ده طبيعي هو بيبقى متعلق بالشرط الاولاني اللي هو اطلاق العضويات. تمام؟ القناه اللي انا كنت بكلمها بقى علشانها قال لي: لاحظنا ان عضويه الهدايا المجانيه غير متاحه حاليا للحسابات التجاريه. ملحوظه، بيرد عليا بقى وبيقول لي: جميع المعايير تنطبق على قناتك الا معيار واحد، الا وهو ان قناتك علامه تجاريه، وبالتالي ليس متاح للقنوات ذات العلامه التجاريه في هذه الميزه في الوقت الحالي. تمام لحد كده؟ تمام. نروح بقى نشوف قناتنا عملنا فيها ايه علشان نفعل عليها الميزه دي. خلي بالكم ان هو قال لي هنا قناتك غير تجاريه ومش هتنفع عليها الميزه دي. انا رحت على قناتي الثانيه، الحمد لله انا كنت مفعل عليها الانتسابات المجانيه، ورحت اتاكد ان ليه هنا هي متفعله وليه هنا مش متفعله على القناه الثانيه. فرحت اتلاقيتني عامل الشرط الاولاني او المستوى الاولاني 10 ريال. 10 ريال دول عندي ما يكملوش $2 ونص، يعني ممكن ازود ممكن تزود، لكن انا بالنسبه لي شايف ان 10 ريال كويسه معي ما فيش فيها مشكله. طيب بعد ما اتاكدنا ان الثلاث شروط دول عندنا تمام و100 100، ما عندناش اي حاجه متعطله، نقلنا القناه بتاعتنا من العلامه التجاريه للعلامه العاديه. خلي بالكم دي القناه اللي كان جاي عليها الرساله
وقال ان هي عليها علامه تجاريه. شوف دلوقتي حولناها الحمد لله من علامه تجاريه الى قناه عاديه، وان شاء الله هننزل لكم زي ما قلنا في فيديو تاني نرجعها من تاني من علامه تجاريه لعلامه عاديه. واللي مستعجل في قنوات كتيره شرحها على اليوتيوب بتقدر تشوفوها، بس انا ما شرحتهاش لان في كل القنوات واكثر القنوات اللي موجوده معانا دي قنواتكم العاديه، مش محتاجه انك تشوف الفيديو بتاع العلامه التجاريه. بس ان شاء الله لو احتجتوه عرفونا واحنا نرجعه مره ثانيه باذن الله. انا كنت عملت بس من فتره قريبه من حوالي 3 4 ايام اظن من تاريخ 4 على ما اظن، عشان ابدا اشوف العضويات المجانيه اتفعلت عندي ولا لا. فعملت بس ودخلت على علامه الدولار، ومن علامه الدولار ضغطت على اهداء اشتراك. لو حضرتك ضغطت على علامه الدولار هتلاقي الثلاثه الاولانيين دول موجودين، وكلمه هنا العضويات مكان كلمه اهداء اشتراك هتلاقي مكانها كلمه العضويات، فكده معناها ان في شرط من الثلاث شروط اللي احنا ذكرناهم ما همش متوفرين على قناتك. تبدا تراجع تاني وتشوف ايه اللي ناقص على قناتك وتعمله من الثلاث شروط دول. بعد انا ما حولت القناه بتاعتي وظبطت الشروط اللي هم طالبينها، جيت ضغطت على علامه الدولار وظهر عندي الاختيار الرابع اهداء اشتراك، فبضغط عليه. اول ما بضغط عليه بيظهر عندي على طول كلمه اهداء عضويات موجوده تحت هنا. تمام كده؟ تمام. بضغط عليهم، لاحظوا اللي موجود معايا الحمد لله بدات تطلع معايا العضويات اللي موجوده، والقنوات اللي اخذت معايا عضويات هي ام عابدين والياسمينه وتيتا فرح وحاجه هبه ومطبخ حنان. فدول 5 قنوات اللي اخذوا معايا العضويات المجانيه مره ثانيه. طيب انا اقدر اضيف 5 تانيين؟ تقدر تضيف 5 تانيين سواء في نفس اليوم او بعد يومين او بعد اسبوع او 25 يوم براحتك، المهم في نفس الشهر، لانك لك 10 فقط كل شهر، لك 10 انتسابات مجانيه كل شهر. فلو انت نسيت وما وزعتش ال10 انتسابات بتوعك الا يوم 29 في الشهر، انت عملت حفله يوم 30 في الشهر الصبح ووزعت ال10 انتسابات الساعه 12 بالليل بعد نص الليل، هتلاقي نزل لك 10 انتسابات تانيين مجانيين. تمام؟ فانا دلوقتي هبدا اضيف ال5 انتسابات التانيين. ضغطت عليها ونزلت على اهداء العضوات التانيين وتم اطلاق ال5 انتسابات المجانيين التانيين 5 في 5. واللي خدوا معايا الانتسابات التانيه هي اللؤلؤ الابيض وماما دولت والحاجه اميمه والحاجه حنان وكروشيه. تمام كده؟ طيب عايز اتاكد دلوقتي ان ما عادش معايا انتسابات او الانتسابات كلها خلصت، برجع على علامه الدولار مره ثانيه، ومن علامه الدولار بضغط عليها بلاقي ان كلمه اهداء عضويات راحت، وبقى اللي موجود قدامها دلوقتي عضويات مدفوعه الثمن. طيب انا عندي دلوقتي سؤال مهم، انا دلوقتي ما بيجريش اي عضويات من اي قنوات، ليه في قنوات كتيره ما بتاخدش عضويات من القنوات؟ بيبقى المشكله عند حضرتك انت اللي ما فعلتش بند تلقي الهدايا. طب وازاي ده واضح يا اخويا نفعل الخاصيه دي؟ هقول لحضرتك ركز معايا. هروح على علامه الانتساب اللي فوق ديت وهضغط عليها، هيظهر لي كلمه السماح بالهدايا. هضغط على السماح بالهدايا، هيظهر لي المربع ده اللي هو بيقول لي كلمه السماح بالهدايا. كل اللي حضرتك هتعمله انك هتفعله، ليس اكثر ولا اقل. فعل البند ده واضغط على علامه الاكس اللي فوق دي. لاحظ معايا هنا حتى بيقول لي هنا تم حفظ التغييرات. بس كده حضرتك فعلت خاصيه تلقي الهدايا. اي حد انت مشترك عنده هيجي يوزع هدايا، اليوتيوب اوريدي اوتوماتيك ممكن يختارك. طب انا عاوز اخد هدايا عند حد معين، مش بمزاجك ولا بمزاج صاحب القناه، اليوتيوب هو اللي بيختار الاسماء عشوائيا. تمام كده؟ بعد ما ضغطنا على السماح وفعلنا زر تلقي الهدايا، كده حضرتك مؤهل ان اي قناه انت مشترك فيها صاحبها هيوزع اشتراكات مجانيه، ممكن حضرتك تشترك معاه وتاخد انتساب هديه. وهنا بالدليل قدرت اعمل ال10 انتسابات بتوعي 5 في 5 موجودين زي علامه السوبر شات اللي موجوده فوق المحادثه. وهنا بالدليل بكتب لحضراتكم كمان التاريخ اللي انا عملت فيه البث ده، علشان ابين لكم ان انا اخدت عضويات بعد ما عملت تعديل القناه. البث ده عملته بتاريخ 30/4، وبقول لحضراتكم ان شاء الله هنصور ال10 انتسابات الجدد في اول الشهر الثاني. وتقريبا انا نسيت تقريبا او حاجه، يعني تقريبا كنت عامل البث ده من 5 ايام. ودي كانت ببساطه طريقه تفعيل الانتسابات المجانيه على القناه، وشرح ال3 شروط الضروريين على القناه علشان تقدر تفعل على قناتك خاصيه الانتسابات المجانيه، وطريقه اهداء الانتسابات المجانيه، وطريقه تفعيل زر تلقي الهدايا. ان شاء الله اكون وفيت كل حاجه. واللي محتاج اي حاجه او اي سؤال حضرتك عندك الكومنتات، اكتب السؤال اللي انت عاوزه وان شاء الله مش بتاخر عن اي حد عن اي سؤال. وانا اسف كنت وعدت بعضكم على الفيديو ده من زمان وتاخرت عنه، لكن هو موضوع كسل بس مش اكتر والله. وما كانش موجود معايا قنوات اقدر افعل عليها الخاصيه دي، لان كل القنوات اللي موجوده معايا الحمد لله كنت بفعل عليها العضويات المجانيه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تروح عند اختك نام عندها وما تاكل، تروح عند اخوك كل عنده وما تنام. قناة واضح. لان لما تروح عند اختك دي اختك بنت امك وابوك، نام عندها براحتك لكن ما تاكلش، لان المال ده مال غيرك، وممكن تكون هو جوزها حكايته على الله فما عايزاش يعني. ده انت سيب لها وانت طالع سيب لها 200 300 جنيه، قول لها خد يا اختي ما جبتلكش حاجه معاي. لكن تروح عند اخوك كل وما تنامش، تاكل ده مال اخوك لكن ما تنامش لان في واحده غريبه في البيت، نامش هناك. شايف الاصول اللي ماشي عليها الصعيد.